دلوقتي احنا طبعا صور الكوبري. احنا شغالين في الفراخ يا جماعه دلوقتي. لا ابو هديه. ها شغالين خلاص في كلم الدكتور محمد الدجاج يلا في حاجه في كتاب الحساب. الو عليكم السلام. ها اول يوم كان امبارح موجوده عامله 2 متر وفرخه حلوه جميله. لانسر 2010. ها قلت له ايه؟ استنى بقول لك ايه، صلي على النبي. انت من ايه؟ امبارح حاجه قطعه من المنصوره سالوا عليها. طيب احنا عندنا حوالي 4 عربيات لانسر. لا المزرعه دي انا بتطلع هوصل المعرض اهو 10 دقايق بالظبط واقول لك على المواصفات والاسعار. 7 على 8 مش عارفين الدنيا هتشتغل ايه. شويه كده اقول لك. الحاج عبد المغيث يا حبيبي. كلم الدكاتره. الحاج عبد المغيث. لو ظبطت حاجه ثانيه احسن هديها لك. يا جماعه دلوقتي عم مصطفى بيقول لي امسح الواتس عشان جالنا رسائل كتير. عليه العوض ومن العوض. عم مصطفى بيقول لي امسح الواتس يا جماعه، احنا بتوع فراخ وملناش في العربيات ولا عارفين مدربه كام ولا متوسط كام ولا عمر كام يوم ولا صدر ولا مش صدر ولا فكه بره ولا مش فكه. احلى كارو. مش عارفين. حمارين اجيب لك حمارين. في ديوك على العجل ولا ما فيش؟ ماشي. فدلوقتي احنا داخلين على معرض السيارات ومش عارفين اسعار العربيات. الو لحد دلوقتي 2 متر. ايوه ايوه يا باشا، هو حضرتك المكان بتاعكم فين؟ في المنصورة. يا باشا. المنصورة كوبري الجامعة قبل موقف طلخة على طول. المنصورة كوبري الجامعة قبل موقف طلخة على طول. بورصة المنصورة للدواجن. المنصورة للدواجن. الحاج عبد المغيث هتلاقي اليافطة على الطريق على طول، رئيس جمهورية الفراخ. اقل من 200 يا عم الحاج، يعني بقت 180 كده النهارده. يابا في عجل معاك من اول 85,000. تمام تمام يا عم الحاج. تحت امرك يابا. ساعة ونص او ولا ساعتين كده. ماشي يابا. ماشي يا عم الحاج. ماشي يا جماعة المعرض اهو عربيات الغلابة، عجل الغلابة يا جماعة، عربيات الغلابة هنا في معرض. العنوان يا جماعة المنصورة. عربية محمد عمر اللي ب2 مليون يا جماعة. عربية محمد عمر اللي طالب فيها 2 مليون جنيه ومش راضي يبيعها اقل من 2 مليون ساغ، وبيقول لك الدولار هيوصل 100 جنيه وهباعها ب2، يعني هباعها ب2. عنوان كوبري المنصورة العلوي او كوبري الجامعة قبل موقف طلخة الجديد امام مدارس المنصورة كوليدج. بورصة المنصورة للدواجن، إدارة الحاج عبد المغيث رئيس جمهورية الفراخ. محمد عمر هو صاحب العربية ام 2 مليون جنيه. طبعا الصول بتاعت محمد عمر المعروفة.